تلعب لمحمد صلاح. صلاح من امام سبين. صلاح الو. ايه يا معلم؟ يا راجل، لا ما تهزرش. يعني هيلعب جنب كريستيانو؟ تصعيد في الأسابيع الأخيرة ليس من المحتمل مشاهدتها. حياة كل إنسان مقدسة ويجب حمايتها. ليفربول عنده سياسة دايما في ان هو يشتري لعيبة او يجدد لهم، وقد صرحوا ان محمد صلاح مش هينفع يلعب غير لموسم واحد بس، وخصوصا انه سنه كبر وعشان رقمه عالي جدا، غير اختلافات في الرؤية المستقبلية في النادي، وإن صلاح في نهاية مسيرته الكروية. هل الفرعون المصري هيسكت على الكلام ده؟ ما أصل لو هيسكت كان سكت من زمان. محمد صلاح بدأ في المقاولين كان ناشئ، وأكيد سمعت قصة من قصصه عن اللي هو بيسافر كتير بالقطر أو كيس الكشري اللي مليان شطة عشان يشبع. يمكن عانى كتير جدا وهو ناشئ في المقاولين، ولما كبر شوية برضه كان لسه بيعاني. لعب 3 مواسم من 2009 ل 2012، جاب في الموسم الأول 0 أهداف، الموسم الثاني 5 بس، الموسم الثالث 7 أهداف، 12 هدف كل اللي جابه محمد صلاح مع المقاولين، لحد ما الفرصة تتاح له ويلعب مع المنتخب الأولمبي أول ماتش ودي مع بازل السويسري، وهناك الكشافين يشوفوا صلاح ويحسوا اللي هو موهوب وهيعمل حاجة، فيقرروا يتعاقدوا معاه، مع إنه لما اتعرض على الأهلي والزمالك صرح أحد رؤساء الأندية إن صلاح لا يصلح ولا للعب ولا في الأهلي ولا في الزمالك ولسه ما عندوش خبرة. ايه يا اخوانا، دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس. يروح صلاح يبدأ مسيرة الاحتراف مع بازل السويسري، يلعب 50 مباراة يجيب منها 10 أهداف بس من ال10 أهداف دول كان في 3 أهداف هم اللي مميزين، كانوا في مرمى تشيلسي. محمد صلاح يجيب جون عالمي في تشيلسي عن طريق عرضية من قلب الدفاع تتحدف له على الجنب الشمال، يجري يحط المدافع في ظهره ويحط جون، والجون يتشير بسبب تعليق فهد العتيبي. يضرب تشيلسي، ضربهم كواهم، صلاح أحرق مرماهم. الله يا عارف انت النكته بتاعت خدوا 2 عشان يعدموهم، فسالوا الاول نفسك في ايه؟ قال لهم نفسي اشوف امي. سالوا تاني نفسك في ايه؟ قال لهم نفسي ما يشوفش امه. هو ده بالظبط اللي عمله تشيلسي مع محمد صلاح. محمد صلاح كان اتطلب عليه كتير وخصوصا من الجانرز او ليفربول. تشيلسي عشان يتقي اذى الناس دي راح اشترى محمد صلاح وخده عنده 21 سنه، 16 مليون يورو، 4 اهداف وقاعد على الدكه ما بيعملش حاجه. لعب محمد صلاح 33 دقيقه بس في مسيرته الاولى من الموسم الاول مع تشيلسي. الموسم الثاني ما يختلفش كتير، 337 دقيقة، عشان بعد 19 مباراة تحت قيادة مورينيو صلاح يغادر تشيلسي ويروح إعارة لفورنتينا. طلع مورينيو وقال لقد غادروا لأنهم لا يريدون الانتظار. الراجل كان عايز صلاح يقعد جنبه شوية على الدكة وبعد كده هينزله، يعني ما فيهاش مشكلة، مع إن هو نفس الشخص في الوقت الحالي من كام سنة طلع قال أنا لم أبيع صلاح ولكني اشتريت. يخلص الموسم صلاح مع فورنتينا 34 مباراة، 19 هدف و6 اسيست، عشان يحط رجله على أول الطريق في إيطاليا. بعدها يروح على روما موسمين، يلعب أول موسم 42 مباراة يجيب 15 هدف بس، فيلعب تاني موسم 41 مباراة يجيب 19 هدف. أي حد في مكانه كان هيقول خلاص أنا وصلت للي أنا عايزه، أنا هنا علمت على كل الناس اللي اتكلموا عليا وحش. يعني لو تفتكر لعب 50 مباراة في بازل جاب 10 أهداف، دلوقتي بيلعب مع روما 42 مباراة بيجيب 19 هدف، ما اعتقدش اللي هو عايز حاجة تاني. الفرعون المصري ابتدت الناس تشوفه والعين تبقى عليه، واكتر حاجة كانت بتميزه السرعة. يمكن ناس كتيرة بتقول لك المهارة عنده قليلة بس هو سريع جدا، كان يحط الكورة في قلب ال 18 ويجري، واول ما يلمح الجون هوب يخلص على طول. دي كانت اكتر حاجة بتميز صلاح، ويمكن ليفربول كانت حابة الموضوع ده. وهنا تبتدي اجمل قصة في 25 سنة، 2017 محمد صلاح. فاكر لما قلت لك ان ليفربول عندها مشكلة مع المو؟
مش المو انا، المو صلاح. 2017 وبداية القصة مع ليفربول. يو نيفر ووك الون. 25 سنة محمد صلاح بيبدأ أول موسم معاه ليفربول، يطلع فيها هداف الدوري الإنجليزي واخد ألقاب. يمكن صلاح لعبها صح وعرف إن المهارة مش كل حاجة، ويهتم بالجانب البدني أكتر وأكتر. صلاح طور من نفسه كتير في البدني، حتى بنشوفها كل ما يجيب جون ويقلع التيشيرت. من أيام بازل لحد دلوقتي التطور الملحوظ لجسم صلاح الناس كلها خدت باله منه، من أول لما كان لسه كده لحد ما بقى المو صلاح 2024. هي دي الطريقة اللي بيضغط بيها صلاح على ليفربول وإدارتها. كل ما يجيب جون يقلع ويحتفل ويقول لهم أنا لسه هنا، أنا لسه موجود، أنا ما كبرتش في السن. 33 سنة مش عارفين الحكاية هتكمل ولا هتنتهي على كده، بس اللي نقدر نعرفه إن كل مرة صلاح بيعرف يضغط على الإدارة بشكل ما وبطريقة ما، سواء لو هو يحتفل ويقلع التيشيرت أو سواء يطلع في تصريح صحفي يقول أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا مستني العرض يجيني من الإدارة. كل ده ما يهمنيش صلاح هيجدد لليفربول ولا هيروح الدوري السعودي، ما يهمنيش. بس أنا كل اللي يهمني، أنت أكيد فهمت قصدي من الفيديو ده. السلام عليكم.